يا جماعة، أنا عايز أقول كلمتين كده لوجه الله بخصوص الكورة. الناس اللي بتشجع الكورة ومستموتة عليها وبتقول أنا انتماء ومش انتماء، حبيبي اتفرج وانبسط عشان نفسك. إنما الفريق اللي أنت مموت نفسك عشانه وبتتخانق مع صاحبك عشانه ما يعرفش إن أنت موجود أصلا. يعني أنت بتضيع من وقتك ومن فلوسك ومجهودك عشان فريق مش عارف إن أنت موجود. طب يا عم صلي على النبي، خد بعضك كده وروح لأي نادي بتشجع النادي الأهلي، روح كده خبط على باب النادي، قول لهم يا جماعه انا بشجعكم وعايزكم تخلوني اخش النادي النهارده اقضي يوم. هيطردوك من على الباب. روح نادي الزمالك خبط على الباب، قول لهم انا بشجع النادي دخلوني. ولا هيدخلوك ولا يعرفوا ان انت موجود اصلا. اللعيبه اللي انت شانق نفسك عشانها وزعلان، ده راح هنا وده جاي من هنا وده عمل وده سوى، حبيبي اللعيب ده كسبان خسران واخد فلوس، انت الوحيد اللي محروق دمك. دول كلمتين لوجه الله، اتفرج عشان تنبسط. طب اقول لك على نقطه، شفت اللعيبه اللي انت بتتخانق مع صاحبك عشانهم وعشان ادائه واداء اللعيب؟ خش كده على اي لاعب، خش عنده على الصفحه وقول له يا استاذ مش عارف ايه ولا يا كابتن ايه، انا بشجعك ودايما بدعمك، بس انا فاتح مشروع وعايزك تدعمني. قول له انا فاتح مشروع وعايزك تدعمني، نزل لي ستوري على الانستا عندك. ولا هيرد عليك ولا يسأل فيك، هيقول انت مين اصلا. واديك شفت يعني ابراهيم شيك الله يرحمه، منهم وفيهم، ولا دعموه ولا وقفوا معاه. حبيبي انت بالنسبه لهم يعني ايه؟ يكسبوا التعاطف بتاعك، يعلوا بيك ريتش، يعملوا مش عارف بيك ايه. والله العظيم انت اخر همهم. فما تضايقش نفسك ولا تعصب نفسك، اتفرج عشان خاطر تتمتع فقط لا غير. انما تتفرج عشان تضايق نفسك وتحرق دم نفسك وتضيع فلوسك وتلف ورا البتاع وتسيب شغلك وتسيب حياتك عشان الكرة، فبجد يعني الله يعينك على نفسك والله. خلي انتمائك لنفسك فقط لا غير ولوطنك بس. دول الحاجتين اللي يستاهلوا ان انت يبقى عندك انتماء ليهم، وطنك ونفسك، فقط لا غير. والسلام عليكم.